بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. جينا من بجوز وجان بتكاتي باور كادل ربن بتشكستي جينا من بجوز وجان بتكاتي دلبرلي اسمرلي دلبرلي جان رشيلي بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق.
بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بحلقة جديدة من برنامجكم الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك إعدادا وتقديما شيف حسن. عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها عم تسمعونا، وعبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي عم بترافقونا مشاهدة. وباليوم العالمي للصحة النفسية 10 من أكتوبر اليوم رح نخصص هالحلقة لنتناول هالموضوع المهم واللي هو الصحة النفسية. هذا الموضوع اللي لا زال يلاقي صعوبات جمة تحيل دون التعامل مع الصحة النفسية بشكل مقارب للصحة الجسدية أكثر بحلقتنا مع الدكتور الأخصائي النفسي خالد حاج خلفي. سعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية ومستمعينا الكرام خلونا نستمع سوا للمقدمة التعريفية يلي أعددناها حول موضوع حلقتنا وبنرجع لنبدأ حوارنا مع الدكتور. تفضلوا. الصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي تمكن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة وتحقيق إمكاناته والتعلم والعمل بشكل جيد والمساهمة في مجتمعه المحلي. هذا ويتعايش شخص واحد من كل 8 أشخاص في العالم مع اعتلال من اعتلالات الصحة النفسية التي يمكن أن تؤثر على صحتهم البدنية ورفاههم وكيفية تواصلهم مع الآخرين وسبل عيشهم. إلى جانب ذلك تقدر المنظمة الدولية أنه يحتاج أكثر من 14.6 مليون شخص سوري إلى مساعدات إنسانية، ويشمل ذلك 5.3 مليون نازح داخلي. وفي اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 من أكتوبر من كل عام ترفع الصحة العالمية هذا العام شعار الصحة النفسية في مكان العمل، مشيرة إلى أهمية تولي التركيز وتسليط الضوء على الصحة النفسية للعاملين والعاملات الذين يقضون جل أوقاتهم ضمن الدوائر والمؤسسات وأماكن العمل. ومن النصائح لتعزيز الصحة النفسية والمساعدة على التعامل مع الضغوط والتحديات اليومية بشكل أفضل التركيز على الأفكار الإيجابية، محاولة البقاء نشطا، تناول الأكل الصحي، والحصول على قسط كاف من النوم. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام، ويسعد صباحك دكتور خالد. صباح الخيرات. أهلا وسهلا. بداية دكتور خلينا نوضح للمتابعين الإذاعة ماذا يعني الصحة النفسية كمفهوم. بالبداية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية أقول لكم وللمستمعين كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة وفرح إن شاء الله، ولكل كوادر الصحة النفسية في الجمعيات والمنظمات والعيادات الخاصة والمستوصفات التابعة للإدارة الذاتية، وخاصة مستوصف تل برك ومستوصف تل حميس ومستوصف الكلاسة ومستوصف الغرة. فيعني عملهم وجهودهم كبيرة. صحيح. الله يعطيهم ألف عافية وكل عام وهم بخير إن شاء الله. نعم دكتور، ونحن بدورنا بنوجه بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية لكل العاملين والعاملات بالمجال الصحي ولكل الشباب يلي عم يشتغلوا بالمراكز الصحية وخاصة عندنا بالمنطقة. نعم. بالنسبة للصحة لسؤالك عن الصحة النفسية، نعم. الشائع بين الناس أن الذي لا يوجد عنده اضطرابات نفسية يتمتع بصحة نفسية، ولكن نرى أحيانا شخص لا يوجد عنده مرض نفسي ولا يستخدم دواء نفسي وما في أي علامات للاضطراب النفسية، ولكن يصحو من النوم ولديه شلالات متدفقة من الأفكار والمشاعر السلبية. وكذلك شخص في نهاية دوامه
تكون عنده مشاعر سلبية اتجاه أشياء، أشخاص، مواقف ما قدر يتعامل معها وما قدر يتخلص منها. وكذلك أحيانا يعني يكون شخص جالس وتأتيه فجأة أفكار سلبية حول الماضي، حول المستقبل، وتترك عنده آثار. لذلك الصحة النفسية لا تعني الخلو من الأمراض، إنما تعني مصطلح هو التمتع. التمتع والتكيف مع الواقع. تماما. التمتع أو الاستمتاع بجودة الحياة النفسية والجسدية والاجتماعية. منظمة الصحة العالمية عرفت الصحة بالبداية على أنها حالة من اكتمال السلامة النفسية والجسدية والاجتماعية، وليست مجرد غياب المرض أو الاعتلال. نعم. وبالمقابل عرفت الصحة النفسية على أنها حالة من الشعور بالتعافي يستطيع الفرد من خلالها معرفة إمكانياته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية، والعمل بشكل منتج ومثمر، والعمل في بناء مجتمعه الذي يعيش فيه. فعندنا هون 4 نقاط نسميها بالعادة نقاط الارتكاز النفسية. نقاط الارتكاز. يعرف إمكانياته، قادر على التكيف، يعمل بشكل مثمر. الشيء الرابع يسهم في بناء مجتمعه. إذا وجدت كل هالنقاط فهو شخص سليم، يتمتع بصحة نفسية جيدة، وهو الشخص السليم نفسيا. تماما. إذا سألنا من هو الشخص السليم نفسيا، تماما لازم تتوفر فيه هال4 شروط. وهون فينا نقيس الصحة النفسية على هذا المقياس دكتور، إنه وجود هالنقاط ال4، هالعوامل ال4 وهالصفات ال4 بالشخص هو مدى توفر هالنقاط فينا نعتبرها كمقياس للصحة النفسية لدى الشخص. 100%. فهي حالة من الاعتدال والاتزان تؤدي إلى تحقيق غايات الإنسان بالحياة. في عندنا تعريف للعالم ماسلو الذي له آثار كبيرة مثل ما تعرفين في الصحة النفسية. يقول فيها: هي امتلاك الإنسان لشخصية سوية قادرة على التعامل بشكل جيد مع الأحداث. هذا تعريف لماسلو. تعامله مع الأحداث. تماما. تعامل بشكل جيد أو فهم الأحداث، يعني ما يتسرع وما يكون شخص عصبي أو انفعالي، يتفهم الأحداث ويتقبل الأحداث. وجود شخصية سوية تدفع إلى التقبل وتفسير الأحداث بشكل جيد. هذا ما نسميه بعلم النفس المرونة النفسية، واللي راح نتطرق لها بسياق الحلقة دكتور. تماما. حكيك مظبوط. تسلم دكتور. ما أهمية وجود الصحة النفسية لدى الفرد؟ ما فوائدها والإيجابيات سواء كان للفرد أو للمجتمع؟ تمام. السؤال جيد. من خلال التعريف الماضي عرفنا أنه الصحة النفسية هي جزء أساسي من الصحة العامة. مثل ما قلنا لك، التعافي من الناحية الجسدية، من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية. والميزة الأخرى أنها لا تخص الفرد إنما تتعدى للمجتمع. الصحة النفسية تزرع الابتسامة والاستقرار بحياة الشخص. تمكنه من التعامل مع ظروف الحياة. لها دور في نشأة أفراد أسوياء. هذه الأفراد الأسوياء منين يأتون؟ يأتون من نشأة أسرة تتمتع بصحة نفسية جيدة. الأمر يبدأ من الأسرة. تماما. وبالمقابل نلاحظ تعرض أطفال لأزمات نفسية في فترات متتالية نتيجة وجودهم في عائلة أو في أسرة لا تتمتع بصحة نفسية جيدة. الصحة النفسية تفتح لنا أبواب للتعرف على أنفسنا وللمجتمع. والإنسان الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي. صحيح.
إيه. فمن عرف نفسه وعرف المجتمع صار يعرف طريقة التعامل المثلى. صحيح. ضبط عواطفه، ضبط مشاعره، ضبط إدراكه، وتوجه سلوكه. المعرفة يبدأ من الذات. تماما. هلا إذا حطينا شخصين تحت ظروف متماثلة وتحت ضغوط مماثلة بنفس القوة وبنفس الفترة، نجد شخص يتعامل أو يحسن التعامل وشخص آخر لا يحسن التعامل. هون الفرق في الصحة النفسية. شخص يتمتع بالصحة النفسية وشخص يمكن عنده شوية جوانب بحاجة انه يتابع الصحة النفسية الموجودة عنده، ممكن اضطرابات او عدم تكيف مع الواقع. جيد. مثل ما قلنا الصحة النفسية من شروطها انه يكون الانسان يعمل بشكل منتج ومثمر، لذلك الصحة النفسية تزيد في الاقتصاد. صحيح. نراها جلية في بعض الأفراد. فمثلا معلم يتمتع بصحة نفسية جيدة، فنلاحظ رغبة التلاميذ في التعلم في الاهتمام. موظف يستقبلك بابتسامة ولطافة واحترام. مذيعة جيدة مثلك أنت أنسة كمان، يعني أنت ابتسامة لطافة. وكذلك إمام مسجد، فنانين، رسامين، شعراء، أي شخص يتمتع بصحة نفسية جيدة ينتج. صحيح. ممكن تتحول الصحة النفسية لاضطراب في حال التعرض إلى ضغوط نفسية متتالية. وهون لابد من الإشارة إلى شغلة معينة. الصحة النفسية مسؤولية الجميع. أفراد، أسر، أرباب عمل، معلمين، أي فرد بالمجتمع يجب عليه أن يؤدوا الأدوار المطلوبة منهم على أكمل وجه. الأدوار المنوطة أو المطلوب منهم أنه يؤدوها سواء على صعيد الشخص ذاته أو سواء على مكان العمل أو على صعيد المحيط اللي هن عم تمام، لأنه التأثير متبادل بين الفرد والمجتمع. تمام. دكتور، خلينا نتطرق لنقطة كتير مهمة. وهو هل تتأثر الصحة النفسية بالصحة الجسدية وبالعكس؟ لو نتناول العلاقة بين الصحة الجسدية والصحة النفسية، شكلها والتأثير. تمام. العلاقة بين الصحة النفسية والجسدية، أنسى خلينا نتفق على مبدأ أساسي. نعم. مركز الصحة النفسية هو الدماغ. بالضبط. واحد. الدماغ يتحكم بالإدراك، بالمشاعر، بالسلوكيات والتواصل مع الآخرين. أي صورة ذهنية تدخل للجسم وأي ناتج يخرج عنها مركزه الدماغ. نعم. أحيانا نسأل سؤال فنقول لهم أين يوجد مركز الحب؟ فيكون الجواب القلب. هو أساسا الدماغ. تمام. القلب هو مكان الشعور بالحب، ولكن الدماغ هو المركز الأساسي. وكذلك الغضب. الغضب يظهر على الملامح، ولكن المركز الأساسي وين؟ الدماغ. نعم. الدماغ أعجب مخلوق على وجه الأرض. على اتفاق علماء الفيزياء، الكيمياء، الميكروبات، الفضاء، وهو مخلوق عجيب جدا. صحيح. الدماغ يتكون من 100 بليون خلية عصبية بعدد النجوم في المجرات. يتصل بكل أعضاء الجسم. وزنه 1.5 كيلو، ويستهلك 25% من طاقة الجسم. هو الذي يتحكم بكل أعضاء الجسم وحتى يتحكم بالانفعالات والسلوك والأفكار. تماما. فأي خلل بالدماغ يؤدي إلى خلل في أعضاء الجسم. نعم. مثلا ارتباطه بالجسم في مرض السكري. الدماغ يرتبط مع البنكرياس. صحيح. في أمراض القلب. في أمراض الجهاز الهضمي. في عندنا مرض مشهور هو القولون العصبي، ارتباط الدماغ مع القولون العصبي. حتى في الآلام الجسمانية، في آلام المفاصل،
حتى في آلام المعدة أحيانا في أشخاص بيعصبوا بيلاحظوا معدتهم عم تتوجع، هذا الشيء ناتج عن إنه فكرة أو مشاعر مؤلمة أدت لأذية المعدة مثلا على سبيل المثال. هو عبارة أنه ضغط أثر على الدماغ وأنتج التوتر في المعدة والتغييرات في الجسم بشكل عام. تماما، هو الإنتاج من الدماغ والناتج والنتيجة في الأعضاء. حتى الأطباء والدراسات الطبية دكتور بيشيروا دائما إنه الكثير من الأمراض الجسدية منشأها نفسية، أسبابها نفسية. تماما. قديما كانوا يقولون 85% من الأمراض سببها نفسي. 85%. هاي قديما. ولكن مع الظروف الحالية والحروب النسبة ارتفعت أكثر من ذلك، حتى أنه ظهرت مدرسة كبيرة جدا هي اسمها سبب نتيجة. هذه المدرسة تعزي كل الأمراض الجسدية إلى سبب نفسي. إلى نفسي. صحيح. نعم. فلذلك التواصل أو الاتصال أو العلاقة بين الصحة النفسية والصحة الجسدية أمر كبير جدا. صحيح. أحيانا الأمراض الجسدية لها أعراض نفسية، وبالمقابل الاضطرابات النفسية لها أعراض تؤدي لأعراض جسدية. المشكلة الأكبر إذا اجتمع مرض نفسي مع اضطراب مرض جسدي مع اضطراب نفسي، ايش يصير هون؟ يصير العلاج أصعب. صحيح. أكثر تعقيدا، مدة العلاج أطول، والمراجعات تكون أكبر. صحيح. فجزء كبير من إنتاجية الإنسان واستقلاله واستمتاعه بالحياة يعتمد على صحة البدن. وهنا تكمن أهمية أنه نحن نهتم بصحتنا النفسية، لأنه له الكثير من الأدوار وكثير من التأثير، سواء على صعيد الشخص أو على صعيد المجتمع أو على صعيد الأمراض. يعني نحن ممكن نمرض إذا كان صحتنا النفسية لا سمح الله فيها أي توتر أو اضطراب أو خلل. تمام. قلنا استقرار الإنسان وإنتاجيته تعتمد على صحة البدن، وصحة البدن وين يعتمد؟ على الصحة النفسية. صحيح. حتى أن منظمة الصحة العالمية قالت لا صحة بدون صحة نفسية. دكتور، في مثل وفي كلام بينقال دائما أنه العقل السليم في الجسم السليم. نعم. هنا نقول أيضا الجسم السليم في العقل السليم وفي النفسية. علاقة متبادلة. دكتور، عنا استطلاع أجور زملائنا فريق راديو بوير مع عدد من الناس سألوهم حول موضوع حلقتنا، نستمع للآراء وبنرجع نتابع الحلقة. تفضلوا. أنا برأيي أنه الصحة النفسية شيء مهم جدا للإنسان، فهي يمكن تلعب دور المعنويات ومثل كأنه هي شحن لنفسية الإنسان أو لروح الإنسان لحتى يقدر يكمل في ظل هالظروف ومقاومة الصعاب المعاناة اليومية في الحياة بشكل عام. يعني طبعا الصحة النفسية برأيي هي أهم من الصحة الجسدية، لأنه الطريق أو الوصول لصحة جسدية سليمة يمر من الصحة النفسية السليمة طبعا. فقدر الإمكان الاهتمام بالصحة النفسية حتى نوصل لصحة جسدية سليمة. الصحة النفسية هي توازن حالتنا نحن كأفراد، العاطفية والاجتماعية والنفسية، ومواجهتنا لضغوطات الحياة. نعم، للصحة النفسية أهمية رئيسية على حياتنا اليومية، ومن الممكن تتوقف حياتنا اليومية ومهاراتنا وأنشطتنا من خلال خلل صغير بصحتنا النفسية. وكمان صحتنا النفسية أهم بكتير من صحتنا الجسدية، حيث للصحة النفسية تأثير على جسدنا نحن كبشر، وإصابتنا بأمراض عدة من القولون العصبي والسكر وغيرها. وكيف فينا نحسن صحتنا النفسية؟ نحسنها من خلال ممارستنا للرياضة والمشي وقراءة الكتب والغذاء الصحي والابتعاد عن العلاقات السامة. هلا الصحة هي مو بس انعدام المرض أو العجز، هي حالة من اكتمال الجسد صحيا وعقليا واجتماعيا. الصحة النفسية هي حالة من العافية،
يعني أي فرد قادر على إدراك إمكانياته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد ويساهم في مجتمعه المحلي. هلا أهمية الصحة النفسية أهمية قصوى بقدرة الإنسان على ممارسة حياته اليومية، يعني هي تعمل على توازن دائم بين الظروف الخارجية والحالة الداخلية للإنسان. كيف نحسن من صحتنا النفسية؟ وفي كثير أساليب للمحافظة على الصحة النفسية، مثلا عن طريق ممارسة الرياضة أو بالرحلات أو مراجعة المراكز اللي تقدم خدمات العلاج النفسي الأولي أو ممارسة الطقوس الدينية أو الروحية. لكن نحن دائما بحاجة للمرشدين النفسيين وأخصائيين بمراكز الخدمات النفسية. الصحة النفسية هي طبعا حالة من الرفاه النفسي تمكن الشخص من مواجهة ضغوطات الحياة وتحقيق إمكاناته والتعلم والعمل بشكل جيد والمساهمة في مجتمعه المحلي، وهي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه الذين يدعمان قدراتنا الفردية والجماعية طبعا على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكل العالم الذي نعيش فيه. والصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، كونها تساهم في استقرار الشخص وشعوره بالأمان. وتتحسن الصحة النفسية عن طريق الراحة والاسترخاء وممارسة التمارين الرياضية والتقليل من الجهد والتوتر. هي الأهم، بتأثر بشكل مباشر على الصحة الجسدية. إذا كان فيها خلل أو عطل أو أي تقصير فهذا يؤثر على الصحة الجسدية عن طريق الرياضات المعينة مثل اليوغا، الاسترخاء، الابتعاد عن كل شيء تسبب إزعاج وتعب أو إرهاق وطاقة سلبية. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام. دكتور، استمعنا للآراء اللي اجت بالاستطلاع، كيف شفت آراء الناس حول موضوع حلقتنا؟ والله في عدة أشخاص حكوا يعني أن الصحة النفسية لخصوا الموضوع بالكامل بشكل دقيق، حتى أعطوا نصائح، فالله يعطيهم العافية. وإن شاء الله نكمل بلكي يتابعونا نكمل معهم المعلومات الثانية بإذن الله. لفت سمعي مسألة كتير مهمة، التوازن بين الداخل والخارج هو الصحة النفسية. نعم. هذا التوازن مطلوب. التوازن يعتمد على شيء راح نحكيه بعد شوي إن شاء الله. نعم. بالمرونة بإذن الله. دكتور، نتابع الحلقة. عنا هناك ما يسمى بعلم النفس بالقاعدة الذهبية. تمام. عن ماذا تتحدث هذه القاعدة؟ هلا في القاعدة الذهبية في الصحة النفسية. بالصحة النفسية. هي قاعدة مهمة جدا. لو عرفناها، لو فهمناها وتعلمناها وطبقناها راح نوصل لحياة أفضل ونتجنب الوصول إلى اضطرابات نفسية. هاي القاعدة تتعلق بشيء أساسي في الدماغ، وهو أساس عمل الدماغ، وهو التفكير. نعم. أساس خذي قاعدة بالحياة، أساس كل شيء فكرة وتفكير. تماما صح. أساس أي عمل، أساس أي إنتاج، أساس أي شيء، أساس أي حركة يبدأ من الدماغ. أيوة، فكرة يتبعها تفكير. فما بالك إذا كان فكرة تخص الصحة النفسية. نعم. القاعدة تقول إذا شخص جاءته فكرة سلبية وتفاعل مع هاي الفكرة السلبية وعمل عليها بشكل جدي، تتبرمج هاي الفكرة بالعقل الباطن باللاوعي، وتكبر وتتعمق وتتحول من مجرد فكرة صغيرة إلى اضطراب أو وسواس. اضطراب من الوسواس هو نوع من أنواع الاضطرابات. تظهر على شكل مخاوف، تظهر على شكل توتر، تظهر على شكل مشاعر سلبية. نعم. المصيبة وين؟ إذا أتت فكرة ثانية
سلبية وتفاعل معها بدرجة التفاعل الأولى، يصير عندنا مشكلتين ويصير الاضطرابات أو الأعراض أشمل. راح أذكركم مثال على ذلك أو مثالين. شخص أصيب بجرثومة المعدة. نعم. هذا الأمر أو المرض منتشر وسهل العلاج، والأطباء شخصوا وأعطوا دواء مناسب. فهذا الشخص تأثر أنه أصاب بجرثومة المعدة، فراح يبحث بالإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي عن مرض جرثومة المعدة. فلاحظ أنه لهذا المرض دواء وعلاج ومدة معينة يشفى الإنسان، ولكن بأسفل التعليقات أنه بنسبة 1 إلى 10,000 من الأشخاص ممكن يصاب بأمراض خطيرة. أجى هذا الشخص أخذ هاي الفكرة وتبناها وعاشها. أخذ الفكرة السلبية. أي. أخذ هاي الفكرة وعاشها. بعد كم يوم تعافى من جرثومة المعدة، ولكن لم يتعافى من الفكرة تمام. السلبية. تمام. هذا هو مفهوم القاعدة الذهبية. في شخص ثاني. نعم. شخص ثاني قاعد بين أصدقائه، توجهت له كلمة مسيئة نوعا ما. نعم. هاي الكلمة أثرت به، ما قدر يرد، ما أحسن يرد على الشخص. ممكن ضعف الشخصية. فراح على البيت. ممكن. راح على البيت صار يفكر فيها، أنا ضعيف شخصية، أنا ما بعرف أرد، أنا ليش ما رديت؟ ما رديت. فانعزل عن العالم، عزل عن التواصل مع الآخرين، وقف عمله وأصيب باضطرابات. فالفكرة كانت صغيرة ولكن الشخص كبرها وسواها اضطرابات. لذلك لازم ننتبه على هاي القاعدة. طبعا أي فكرة تأتي للإنسان يتعامل معها بطريقتين. إما يتعامل مثل الأشخاص اللي قبل حولوها إلى اضطرابات، أو إنه يتقبلها، يستفيد منها ويصير عنده حافز إنه يتخلص من هذه الفكرة السلبية. نعم. يعني مثل مريض جرثومة المعدة يأخذ الدواء، ومريض والذي توجهت له إساءة نعم ممكن يتعلم فن الرد، يتعلم التواصل مع الآخرين. يستفيد من الدكتور. يعني القاعدة بتشير لهالفكرة أنه الفكرة السلبية إذا راودت الشخص طريقة التعامل بتلعب دور. طريقة التعامل هي سواء سلسلة التفكير. الإيجابي إنه نحن نقطع سلسلة التفكير السلبي. تمام. نحط حد لهالمخاوف، أو نتعامل أيضا بشكل إيجابي إنه نحفز أنفسنا. نعم. إذا ما عندي شخصية أرد أشتغل على نقاط الضعف الموجودة عندي لأحسن. تماما. يصير عندنا دافع، يعني مثل هذا الشخص عنده دافع إنه يتعلم. وفي جانب إيجابي للموضوع. صحيح. تمام. هون الفكرة مثل ما قلت، إما تصير عندنا إيجابية ونتعلم منها ونستفيد، أو سلبية تودينا إلى الاضطرابات. صحيح. ولو حصلت اضطرابات هناك علاج، وهناك تمارين استرخاء، هناك تمارين تنفس، هناك تأملات، وهناك شيء أساسي وهو طلب المشورة. طلب المشورة كتير مهم. نصيحة، لا تبخل على نفسك بطلب المشورة، ويلي يطلب المشورة قوي. تماما. دكتور، كرمال الوقت ما يداركنا نتناول أيضا نقاط مهمة. هناك مجازية لو صح التعبير بمجال علم النفس والصحة النفسية، خاصة ما يسمى بلصوص الصحة النفسية. من هم هؤلاء اللصوص ولماذا سميت بهذا الاسم؟ تمام. مبدأ لصوص الصحة النفسية، أول شيء لازم نحذر إنه أحد يسرق لنا صحتنا النفسية. هذا أول شيء. إيه. قديما كانت الأمراض كبيرة ومنتشرة مثل الطاعون. نعم. بعصرنا الحالي الأمراض صارت ترتبط بالخلايا العصبية، يعني مثل الاكتئاب، نقص انتباه، فرط نشاط، متلازمة إرهاق. صح. فالقديمة تحسينها أو تشعرين بها تأتي من الخارج. صح. الأمراض بعصرنا الحالي من الدماغ، من أنفسنا، من داخل الإنسان نفسه. صح. لذلك وصلنا إلى مصطلح اسمه الاحتراق النفسي. فإيش سبب الاحتراق ومن هم اللصوص؟ من هم هؤلاء اللصوص؟ طبعا اللصوص ليسوا أشخاص فقط، إنما
بالإضافة للأشخاص مشاعر وظواهر وسلوكيات. نعم. هاي شلون يكون تأثيرها؟ تأثيرها تترك فراغ عند الإنسان. هذا الفراغ يتعبى للأسف بشيء سلبي ويبتعد عن الشيء الحقيقي أو الإيجابي. لذلك لابد أنه نحذر من هذه الشغلات. نعم. مرحلة الشباب هي مرحلة مهمة جدا، تتكون الشخصية وتأخذ شكل الأشخاص المحيطة بها. لذلك لابد من الانتباه إلى التدخلات والمعطيات التي تدخل للشباب، وأهمها الشاشة الإلكترونية والإدمان عليها. هذا أول لص. هذا لص كبير. لص كبير جدا. محترف. صحيح. الشاشة الإلكترونية إيش سوت؟ قللت المهارات الحياتية، أثرت على التحصيل الدراسي، ظهر عندنا مشاكل أو اضطرابات نفسية، وظهر عندنا قلة نشاط، ضياع الوقت كتير يعني على وسائل التواصل الاجتماعي. أحيانا في أشخاص بيضلوا ساعات بس يلفوا بمواقع التواصل بدون حتى إنه مثلا ليش نحن عم نتابع يعني. المشكلة المصيبة الأكبر إيش سووا؟ أول شيء الأشخاص المتواجدين وهميين غير حقيقيين، يعني ما عم يظهروا شخصيتهم الأساسية، أشخاص افتراضيين تماما افتراضيين. يعملون على استمالة المجتمع، يعني مثلا أعمل شير، أعمل تفاعل. تمام؟ صحيح، بيركزوا على مسألة كيفية زيادة التفاعل. نعم. ينطون معلومات تسبب شتات الأفكار حسب المحتوى أحيانا دكتور، ولكن بشكل عام. صحيح. في عندنا يرسخون معلومات تخدش الفطرة والمعتقدات أحيانا، وأحيانا تؤدي إلى العنف، والعنف أدى إلى حالات انتحار كثيرة بداعي التحدي وبداعي القوة. مشاهد الحرب والدمار والقصف اللي بيكون منتشر بشكل كبير على وسائل التواصل. أصبحت بلا مقطع حديثك، أصبحت هاي الشاشة صاحب أساسي لهذا الشاب. لذلك قالوا الصاحب ساحب. الصاحب ساحب. وقل لي من تصاحب أقول لك من أنت. صحيح. الأمر الآخر زاد تعقيد وهو من اللصوص. من هو؟ الأساليب الخاطئة بالتربية. تنشئة. منها المقارنة. الأهل يضعون الأولاد في قالب معين لا يناسب شخصيتهم ولا إمكانياتهم ولا تفكيرهم. هاي واحدة. الشيء الثاني عدم تعليم الأبناء فقه الأولويات، يعني ما في ترتيب. الشيء الثالث عدم وجود النصح والإرشاد. صحيح. وهنا إذا تسمحي لي تفضل. أقول فكرتين بالنصح والإرشاد. الفكرة الأولى، إذا بدنا نتكلم بهذا الموضوع نعتمد أسلوب يحاكي أسلوب الشباب بدون استهزاء. هاي واحدة. الشيء الثاني، نعطي أهمية واهتمام دون مبالغة. صحيح. دكتور، كمثال يمكن عملي فينا نفهم إنه إذا كنت بدك تفهم طفل مثلا ما بشيء ما بعادة ما بتفهمه إنه مثلا هاي العادة خاطئة، تحاول تتعامل معه بطريقة طفولية ليتقبلك. مع الشاب كذلك. نعم، أسلوب يحاكي الطبيعة النفسية والعمر. تمام. عند الكبار طبعا اللصوص كثيرة، منها المقارنات، منها عدم الاختيار، عدم فهم الواقع. نعم. تمام. وضع خطوط حمراء، مثلا هذا أبيض، هذا أحمر، هذا أسود. يعني تمييز، مقارنات، تمييز، أو صور نمطية ممكن تكون سلبية موجودة بالمجتمع. هي أحد تماما في أساليب كثيرة تؤدي إلى سرقة الصحة النفسية. صحيح دكتور. لنفهم الصحة النفسية أكثر وبشكل أعمق، خلينا نتطرق لنقطتين مهمتين جدا دكتور. هو المرونة النفسية والهشاشة النفسية. لو نفهم هالمصطلحين دكتور. تمام. هلا أخطر شيء يفسد سعادة الإنسان وأسوأ شيء يمر بالإنسان هو الضعف من الداخل. الهشاشة. الضعف من الداخل.
الإنسان أو الناس بشكل عام لما يتعرضون لضغوط نفسية تظهر عندنا ثلاث شخصيات. الشخصية الأولى تتمتع بشيء اسمه صلابة نفسية. الصلابة النفسية اللي إذا ردنا نشبهها مثل شخص حديد من الخارج وزجاج من الداخل، يظهر شيء وداخله شيء آخر. هذا الشخص يتحمل فترة معينة وبعدها يؤدي إلى انهيار، ينكسر. نعم، ينكسر هذا الزجاج. الشخصية الثانية هي الهشاشة النفسية. الهشاشة النفسية هي مشاعر عالية جدا ولكن سلبية، بكاء شديد، مشاعر غضب شديد، حزن شديد، نفسية، تذمر. الشخصية الثالثة توقف الحياة عند الشخص، يعني إذا كان عنده هشاشة نفسية توصل لتوقف الحياة تماما. الشخصية الثالثة هي المرونة النفسية. نعم. المرونة النفسية يتقبل ويفسر الأحداث بشكل واقعي، بمعنى قدرة الشخص أنه يتغلب على التحديات والصعوبات اللي بيواجهه. تماما. تماما. هلا نحكي بشكل تفصيل عن الهشاشة. نعم. الهشاشة تتكون من الطفولة، منشأها طفولي، وأحيانا منشأها طيبة القلب. طيبة القلب أحيانا بتنزرع بالأجيال، وأحيانا ممكن تكون موروثة دكتور طيبة القلب. احتمال. يعني في شيء مضحك محزن إنه أحيانا اللي يتعامل بالطيبة ينسرق دائما. للأسف أحيانا بيكون الطيبة هو نقطة ضعف، ولكن سنبقى نقول أنه الطيبة هو نقطة قوة وأحلى شيء للإنسان. صحيح. للعائلة، ولكن لا تعتمدها في كل الأحيان. نعم. الهشاشة مظاهرها مثل ما قلنا ضعف مبالغ فيه، الحاجة الماسة إلى وجود داعم بجنبه ملاصق. طبعا تفكير عاطفي قوي جدا، مشاعر سلبية، تشوهات، حساسية عالية. هاي يتمتع بها الشخص ذو الهشاشة النفسية. علاج الهشاشة النفسية هي المرونة، وهي هي العلاقة بين المرونة والهشاشة النفسية. تماما. المرونة هي علاج الهشاشة. فالمرونة ليست قرار، إنما هي ضبط أفعال. بس يصير عند الإنسان تصور واضح عن المشكلة أو عن الشيء المواجه له، يتقبله ويحلله بشيء منطقي. بعد ما يحلله يحط له أهداف وخطوات ويصير يخطط. حتى قالوا إذا لم يكن لك مخطط سوف تصبح في مخطط الآخرين. تماما دكتور. فهي هي مصطلح الهشاشة والمرونة النفسية. نعم. نتحدث عن مقومات الصحة النفسية دكتور خالد. مثل ما قلنا الصحة النفسية لها مقومات وتتعلق بالخلايا العصبية، فتتعلق أكثر شيء بداخل الإنسان. نعم. وعلاقاته مع المجتمع. فالمقومات هي صفات يمتلكها الشخص تجعل منه إنسان صحيح نفسيا. أول هاي المقومات التوافق الداخلي. بداية التوافق الداخلي إيش يعني؟ يعني إنه ثقة بالنفس، تفكير إيجابي، رضا عن الذات. التوافق الاجتماعي، إذا ما بنى علاقات اجتماعية وطور هاي العلاقات الاجتماعية في عمله وفي إنتاجية المجتمع، ما يرتقي إلى الصحة النفسية. مثل ما قلنا التحرر من القيود والأغلال. إيش يعني؟ في أشخاص كثيرة تعتمد في حياتها على آراء الآخرين. هذا الشخص يصاب بالفشل المؤكد. يعني كل حياته يستشير نفسه بالدرجة الأولى، كل حياته متوقفة على آراء فلان وفلان، أو يعطي أهمية كبيرة لنظرة المجتمع أو الأشخاص اللي حوله. تماما. من المقومات القناعة والطموح والاهتمام والترتيب، وأيضا النظرة الإيجابية للحياة. نطلع على الجانب المليان من الكاس. تماما. الله يعطيك العافية، في تفسير جيد. فهون هالمقومات هي
هي أساس الصحة النفسية. نعم دكتور، يعني برأيك كيف يستطيع الفرد أنه يحسن من صحته النفسية؟ أشرت للنقاط الهامة اللي هن المقومات وبنفس الوقت هن عوامل بتساعد أنه شخص يحسن من صحته النفسية. كيف فيه يوفق بين الجوانب النفسية والصحة الجسدية؟ تمام. هلا هناك أمور لابد منها من أجل تحسين الصحة النفسية. هي أمور بسيطة جدا ولكن لها تأثير قوي، تبعات قوية جدا، وتأثير علاجي حتى. منها طبعا لكل شخص طريقته أو أسلوبه في تحسين الصحة النفسية، ولكن فيه خطوط عامة نحكي فيها. أول شيء الخلطة مع الناس الإيجابيين، ممارسة الرياضة، ممارسة طرق التأمل، تمارين التنفس، الاسترخاء والاسترخاء، التعامل المرن مع الحياة، الغذاء الجيد، النوم الجيد، التقرب إلى الله. صحيح، الجانب النفسي الجانب الروحاني. تمام. القيام بالأعمال الخيرية. في شيء عندنا اسمه كيمياء السعادة. كيمياء السعادة هي عبارة عن هرمونات تفرز في الجسم، منها الدوبامين وهو هرمون السعادة، منها الاندروفين وهو قاتل الألم، الأكسيتوسين هرمون الحب، عندنا السيروتونين وهو منظم المزاج. فالخطوات قبل اللي قلناها تؤدي إلى إفراز هذه الهرمونات. دكتور، في كلمة بدي أقولها أو جملة، يعني أنا شخصيا استنتجت إنه السعادة الكثير من الأفكار بينقال إنه السعادة بالأخذ. لما نحن بنساعد حدا بنشعر بالسعادة، فأنا وصلت أحيانا لقناعة إنه السعادة بالعطاء. نعم، السعادة بالعطاء وليس بالأخذ. هي هيك. أي. كل ما أعطيتي أكثر كل ما كنتي سعيدة أكثر. تماما. حتى يعني هرمون الحب، هرمون الحب ينفرز أكسيتوسين من العطاء والتواصل الاجتماعي. تمام دكتور، شوي نحاول نتطرق للموضوع بشكل عملي أكثر ونسلط الضوء على واقعنا، واقع الصحة النفسية. نحن نعيش في بلد يعاني ويلات الحرب، دفع كلفة باهظة وخسائر نفسية كبيرة. كيف تقيم الواقع الصحي في سوريا عامة وفي منطقتنا شمال شرق سوريا رجأة خاصة؟ مثل ما قلت يا أنسة، واقع الصحة النفسية بمنطقتنا وبسوريا عامة نعم واقع غير جيد للأسف، نتيجة الحروب ونتيجة الضغوط النفسية والأزمات ونتيجة هجرة الشباب إلى البلدان الأخرى. نعم. هاي الهجرة أثرت على كبار السن، يعني ترك الأبناء لكبار السن، وبنفس الوقت الأطفال المتعلقين بالجد والجدة، وقلة فرص العمل. صحيح. وقلة الإنتاجيات. كل هاي الأمور أثرت بشكل سلبي على الصحة النفسية. إلى جانب دكتور، يعني أضيف هالفكرة إنه مجال الصحة النفسية للأسف كان مجال ناشئ حديثا قبل سنوات الحرب أيضا، فما بالك بهذه السنوات؟ للأسف احنا بلد حرب وما زلنا يعني. فمثل ما قلنا هاي كلها أثرت على الصحة النفسية. ولكن في شيء مميز عندنا بمنطقتنا. نعم. انتشار المراكز الصحة النفسية، وخاصة في المستوصفات. يعني لدينا مستوصفات تنتشر فيها فرق الصحة النفسية، فيها أخصائي نفسي ومدير حالة ومثقفين صحيين. نعم. يعملون بانتظام. يعني حقيقة عمل مميز. برأيك في تحسن بمنطقتنا مع توفر هالفرق الصحية على مستوى المستوصفات موجودة؟ هلا المناطق فيها مستوصفات فيها صحة نفسية حقيقة المنطقة استفادت كثير. يعني أذكر مستوصفات مثل ما قلنا مستوصف تل براك ومستوصف تل حميس ومستوصف الكلاسة ومستوصف الغرة وتل بيضر. انتشر مفهوم الصحة النفسية، انتشرت خدمات الصحة النفسية، صار في ربط
صار في ربط بالخدمات بين الجمعيات والمنظمات، يعني العمل كان مكتمل ومتوازن. هون الدكتور بس بدي أشير لنقطة أنه المفهوم الصحة النفسية، وجود فرق الصحة بهالمستوصفات بالمناطق اللي أنت ذكرتها أدت لوجود أو وجود توعية بالصحة النفسية على مستوى المناطق نفسها. ولكن بشكل عام الواقع بشكل عام لا، مستوى التوعية لا يرقى للمطلوب، يعني مع عدم وجود مستشفيات على بمناطق شمال شرق سوريا. يوجد مستشفى واحد فقط في مدينة الرقة، وهو مشفى الأمراض النفسية والعصبية، مشفى واحد قليل جدا. هلا في دراسات لعمل مشافي، ولكن يعني أتمنى أنه يكون دراسة يكون فيها سرعة أكبر. نعم. لأنه مثل ما قلتي في مناطق كثيرة محتاجة، وإن شاء الله يعني قدر إمكاننا فتحنا مجال الاستشارة النفسية عبر الهاتف، خدمات مجانية عبر الهاتف. هذا يعني كمان لعب دور، ممكن يسهل الوصول يعني. وأيضا يعني أنتم الله يعطيكم العافية مشكورين، يعني إذاعتكم وصلت صوتنا للناس، وصلت أفكار للناس عن الصحة النفسية وعن الاضطرابات النفسية. حقيقة لكم جزيل الشكر. اسلم دكتور، وهذا الشيء بيحتاج لتكاتف كل جهات المجتمع يعني. نعم. وليس فقط هذا دور الإعلام أنه يسلط الضوء على الجوانب الهامة، وخاصة الصحة النفسية هو جانب مهمل بشكل كبير في سوريا عامة، فنحن بنحتاج أن نسلط الضوء لنحسن من واقع الصحة النفسية بمنطقتنا. كذلك أرجو شغلة يعني ذكرتها، أنه يعني هالحلقات هاي الإذاعية التي تبث، يعني أرجو من المستمعين الانتباه تمام، ووضع الخطوط تحت الملاحظات اللي عم نحكيها، لأنه الشيء اللي نحكيه شيء واقعي، ومن خلال الحالات اللي شفناها ومن خلال مشاهداتنا ونقل المعلومات الصحيحة لهم. تماما، نحاول نسلط الضوء على الواقع اللي نحن بنعيشه. نعم. ومجتمعنا بيعيش. نعم. دكتور، برأيك ما الذي يجب خطوة لتحسين الصحة النفسية واقع الصحة النفسية عنا بالمنطقة؟ أشرت لمسألة كتير مهم يكون في افتتاح لمراكز، افتتاح لمشافي. أيضا ممكن شو هن الخطوات اللي ممكن نستفيد منها لنحسن من هالواقع؟ ممكن نزيد الكوادر، الكوادر النفسية في المناطق الغير موجود فيها فرق صحة نفسية. ممكن ندعم الكوادر اللي تشتغل. أحيانا في كوادر في يلزمها دعم أكثر. عمل حلقات توعية، عمل محاضرات توعية، هذا يفيد جدا بنشر الصحة النفسية. زيادة الحلقات الإذاعية كثير مهم. عمل دورات للأفراد التربويين. حقيقة في أفراد عندهم يعني طابع أو هاجس المساعدة، يعني منتظرين فقط أنه يعمل لهم دورات في هذا المجال. دكتور، فيني أضيف كمان نقطة كتير مهمة، مسألة الحملات، يعني حملات توعوية وخاصة تستهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرض النفسي. للأسف لا زال المرض النفسي عندنا بيلاقي كتير من التحديات، وأكبر تحدي هو مسألة الوصم الاجتماعي المرتبط بالمرض النفسي. لما يكون في توعية صحيحة ومدروسة نقدر نتوصل إلى تخفيف الوصمة الاجتماعية أو القضاء عليها. فلما يكون في عندنا حملات توعية منظمة نستطيع الوصول أو توصيل فكرة الصحة النفسية وفكرة الاستشارة النفسية وفكرة العلاج النفسي، تقليل الوصم الاجتماعي المرتبط بالمرض النفسي. تماما. لأنه هذا الشيء بيخلي أنه الشخص نفسه دائما يفكر بالواقع والنظرة والصور النمطية حول المرض النفسي، أو حول أنه إذا الشخص قال أنا نفسيا متعب، أنا تعبان، أنا مرهق، فالأشخاص اللي حواليه هو بيشوف انه ممكن يطلعوا بنظره سلبيه، انت شخص مريض، يعني هيك بينقل. لانه لسه في ناس ما وصلتهم فكره انه المرض النفسي يوازي المرض الجسدي. تمام، للاسف. نعم. دكتور، نتطرق بختام لقائنا، الوقت بلش عم بيداركنا عن هذه السنه رفعت منظمه الصحه العالميه شعار الصحة النفسية في مكان العمل في اليوم العالمي للصحة النفسية. ما أهمية الصحة النفسية للعاملين والعاملات؟ الصحة النفسية للعاملين والعاملات مهمة يعني بمكان أكثر من غيره.
فعلى أرباب العمل وعلى الداعمين وعلى المسؤولين دعم الكوادر في بيئة العمل نفسيا ودعم ماديا، وعمل أيام للترفيه، عمل أيام لكي لا يوصلوا إلى شيء اسمه الاحتراق النفسي. توفر بيئات عمل آمنة، توفر بيئات عمل آمنة منها، وإيصال الدعم النفسي والمادي والمعنوي للعمال. هذا كله يؤدي إلى بيئة عمل متكاملة، بيئة عمل وصحيحة نفسيا، وحتى بيكون الفوائد للمكان العمل أكبر، زاد الإنتاجية. فوائد المرجوة تماما. احنا شلون قلنا تعريف الصحة النفسية هي العمل بشكل مثمر ومنتج والمساهمة في بناء المجتمع. كذلك وجود صحة نفسية في بيئة العمل يفيد في زيادة الإنتاج. نعم دكتور، بختام لقائنا شو النصائح اللي فينا نوجهها لكل الأشخاص يلي عم يسمعونا لحماية صحتهم النفسية وزيادة تكيفهم مع واقعهم ومحيطهم؟ هلا بدي أقول شغلة. تفضل. إذا طفل كان سعيد ومبسوط ومرتاح نفسيا أفضل من طفل حصل على إنجاز ولكنه غير صحيح نفسيا. فأعلى قيمة من الإنجاز هي السعادة النفسية. وبالعكس عندما يكون الشخص يتمتع بصحة نفسية جيدة يكون الإنتاج أكبر أو النجاح أكبر. تماما. لذلك الحكمة العالمية إيش تقول؟ النجاح ليس مفتاح السعادة، السعادة هي مفتاح النجاح. الإنجاز هو والعمل هو مفتاح السعادة. لا عفوا، النجاح ليس مفتاح السعادة، السعادة هي مفتاح النجاح. تماما، إنه تشتغل شيء بتحبه. نعم. بتمارس هواية بتحبها. نعم. يعني يظل في شيء عنصر ناقص بالنجاح إذا لم تتوفر هذه السعادة النفسية. فعلا دكتور. أنصح كل من يستمع إلينا بالاستماع إلى الحلقة. ولدينا مراكز متوفرة وطلب المشورة مقدمة كل يوم مجانا. وفي عندنا خدمة الهاتف المجاني لمن لا يستطيع الوصول إلى هذه المراكز. وأتمنى الصحة والسلامة للجميع، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وسرور ورضا. كل عام وانت بخير دكتور، وكل العاملين بمجال الصحة النفسية بمنطقتنا خاصة وبالعالم عامة. الدكتور والأخصائي النفسي خالد دحاش خلف كنت معنا اليوم، كتير الشكر لك. تناولنا موضوع كتير مهم وهو الصحة النفسية، والشكر لكم متابعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام. وهيك خلصت حلقتنا من برنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك إعدادا وتقديما شف حسن. إلى اللقاء. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.